السلام عليكم. اليوم راح نحضر سوا أطيب وأشهى كيكة مالحة بنسبة كتير للسحور، وأكيد بدنا نقدم معها كاسة الشاي. ويلا نشوف سوا طريقة التحضير. وبنحتاج للوصفة بيضتين، ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، وكوب من زيت الزيتون، وكوب من الزبادي، ونخلطهم كتير منيح مع بعضهم. وبدي أضيف فوق منهم كوبين من الطحين، بدي أنخنهم كتير منيح لحتى أتخلص من أي تكتلات. أكيد ما تعملوا مثل ما صار معي، أنا نسيت ما أحطله رشة بيكنج باودر. بدي مكس المكونات كتير منيح لحتى يختفي عندي طحين تماما. من بعد ما خلط كتير منيح المكونات، بدي اضيف لهم كوبين كبار من الزبع، هو الزعتر البلدي نحنا بنقوله زبع، وكوب من الجبنة اي نوع انتو بتحبوه. انا حطيت حلوم، فيكن تحطوا عكاوي. بدي اخلطهم كتير منيح بالسباتيلا مش بالمضرب اليدوي. تحسوا هون القوام صار تقيل، هذا هو المطلوب. بفضي الخليط بقلب قالب للجاتو، حطت له ورق زبدة وبعطيهم هيك خبطتين صغيرة. بدي حطهم بقلب فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة، الرف الوسطاني. هلأ طلعت الكيكة من قلب الفرن، شوفوا ما شاء الله هاللون الذهبي اللي أخدته، وزينتها بالزوبع. وهلأ صار لازم ندوق. شوفوا ما شاء الله قديه طالعة معي طرية وسلسة. عن جد ما فيني خبركن قديش طالعة كتير طيبة بدون مبالغة، تستاهل التجربة. بتمنى تجربوها، تعطوني رأيكم بالكومنت. سلام.